طيب احنا قلنا نقص الحديد بيعمل مشاكل كبيره، بس لازم انوه عن حاجه، ان زياده الحديد في الجسم برضو بيعمل مشاكل كتير. الحديد احنا قلنا الحديد كميته لما بتكون كافيه جزء منه بيتاخد في تصنيع الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء، وكمان بيمد الاكسجين للخلايا. الجزء الثاني بيدخل جوه المخازن اللي هو اسمه سيرم فريتين اللي احنا عملنا تحليله، اللي هو قلنا الطبيعي بتاعه بيبقى من فرنج من 50 ل 60. يبقى احنا قلنا بيتاخد الحديد بيصنع الهيموجلوبين والكرات الدم الحمراء، وكمان بيدخل في المخازن اللي هو السيرم فريتين. طيب لو بعد كل ده برضه زاد عن حده، بيبقى في الجسم اسمه حديد حر، هو موجود في الجسم من غير اي فايده، زياده عن طاقه الجسم. الحديد الحر ده خطر جدا، لان هو بيبقى بري اوكسيدانت، يعني بيعمل اكسده فبيضر الخليه بشكل كبير جدا. تخيل انت الاكسده اللي احنا دايما بنقول عليها خدوا بالكم ما يحصلش اوكسيديشن في الجسم علشان ما يدخلش في مرحله تسمم. لما بيكون الحديد زياده عن كميته او المعدل الطبيعي بتاعه في الجسم، هو بيبقى بري اوكسيدانت، بيعمل اكسده للدم، وبالتالي بيدخلنا في حالات مشاكل كتير جدا، مشاكل في الكبد والكلى والقلب، وتغيير في لون الجلد، ومشاكل كتير جدا. عشان كده بنقول مهم جدا 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 التبرع بالدم. التبرع بالدم ده من افضل وانجح الحاجات الصحيه اللي ممكن نعملها، بس ناخد بالنا اننا ما نعملهاش ما نعملهاش خلال 50 ل 60 يوم. في الرينج ده لازم الفتره ما بين التبرع الاول والثاني يكون في الرينج ده، علشان ما يحصلش نقص في الهيموجلوبين. لكن التبرع بالدم دي حاجه صحيه جدا جدا، وبتجدد الخلايا مره ثانيه.